يونت الحمام قطعة أساسية في أي حمام، وده لأنه بيجمع ما بين الوظيفة والتصميم الأنيق. وعلشان تختار الأنسب ليك لازم تعرف الأنواع المتاحة على حسب المساحة. لو مساحة الحمام صغيرة يفضل اليونت تكون معلقة أو صغيرة. اليونت المعلقة بتخلي المساحة تبان أكبر، وكمان بتكون سهلة التنظيف، وده لأنها مش ملامسة للأرض تماما. وكمان ممكن تستغلها في إنك تحط فيها دولاب صغير أو أرفف هتلم كل المستلزمات بتاعتك. أما لو المساحة متوسطة هتختار اليونت تكون مدمجة مع الحوض، وده هيساعدك توفر مساحة تخزين بشكل مرتب وفي نفس الوقت تكون عملية. ولو المساحة زيادة شوية هنضيف يونت فيها إدراج، وممكن نضيف كمان ترابيزة صغيرة هنحط عليها المستلزمات اليومية والفوط مثلا. وطبعا لو عندك مساحة كبيرة شوية هتختاري يونت كبيرة مع مراية كبيرة هتساعدك في تخزين كل حاجة. وكمان نقدر نستخدم المساحات الجانبية في إن احنا نضيف فيها رفوف مثلا، وممكن نستخدم المنطقة دي كديكور في الحمام، ونقدر مثلا نضيف نباتات طبيعية. وفي النهاية لازم تختاري اليونت تكون مناسبة مع حجم الحمام بتاعك، وطبعا ده بيخليه عملي وأنيق في نفس الوقت عشان يديكي مساحة منظمة.